المصري البورسعيدي بيرجع تاني للانتصارات بعد فوزه على بنك الاهلي بهدف 1 مقابل لا شيء، وبيتصدر الدوري مؤقتا لغايه ما الزمالك بكره يلاعب غزل المحله، وبرضه بيراميدز يلعب. بس بيراميدز ماتشه مع بتروجيت مؤجل بسبب هيلعب مع الجيش الروانتي في البطوله الافريقيه يوم الاحد. وكمان نشوف برضه الاهلي هيعمل ايه. والمصري بيفوز النهارده 1-0 على البنك الاهلي بهدف احمد القرموطي، لا في هدف ملعوب جدا من لعيبه المصري من صلاح محسن، اسيست لاحمد القرموطي. وكمان المصري اتطرد منه باهر المحمدي في الدقيقه 54، كان فيها انها ممكن تبقى ضربه جزاء او كره من بره، بس هي تقريبا الكره كانت من بره. وبيخلص الماتش 1-0 للمصري على البنك الاهلي. مصري لعب النهارده ماتش حلو، برضو البنك الاهلي لعب ماتش حلو، حتى الاستحواذ بعد الطرد كان للبنك الاهلي، وهجمته اكتر بعد الطرد باهر المحمدي. باهر المحمدي بصراحه لاعب خشيم جدا، فما اعرفش بيترك كتير، فلازم يخلي باله. كمان النهارده الاتحاد بيرجع ينتصر تاني بعد الخسارات الكتيرة اللي ورا بعض. فاز النهارده على المقاولين العرب ب2 مقابل لا شيء. جاب الاهداف النهارده فادي فريد في الدقيقة 39، بعد كده شكري نجيب بيتعادل في الدقيقة 31، بعد كده فافلو أكيما اللي هو عمل كمان اسيست فادي فريد في الدقيقة 78 بيجيب الجون التاني للاتحاد. والاتحاد بيصعد للمركز ال17، بس لسه برضه بدري بتمن نقط في الدوري، فموقفه صعب. وبرضه موقف المقاولين صعب في المركز ال20. أما الماتش التالت كان بين سموحة والإسماعيلي، كان ماتش نزهة بالنسبة لسموحة. الإسماعيلي فريق ما عندوش فكر خالص، اللعيبه مفيش لعيبه، تحس ان الفريق مفيش فريق اضعف فريق في الدوري. ومش عارف، حاجه تحزن ان الاسماعيلي بقى بالشكل ده. وبصراحه لازم الناس تشوف حل. مجلس الإدارة ده لازم يمشي، يلحقوا نفسهم كده هيهبطوا. أعتقد الإسماعيلي في موقف صعب جدا. أحرز أهداف سموحة النهاردة بابا باجي في الدقيقة 49 وأحمد فوزي في الدقيقة 56، وكده سموحة بتتقدم للمركز السابع في الدوري برصيد سموحة في المركز السادس في الدوري ب14 نقطة، والإسماعيلي في المركز الأخير في المركز 21 ب4 نقط من مباراة فوز ومباراة تعادل و8 خسارات. ربنا يكون في عون جمهور الإسماعيلي. وده كل حاجة حصلت النهاردة في الدوري المصري.